هاد الوصفه تاع الخبز ما كاش واحد سياها وما نجحت. واول مره شاركتها معاكم كانت في 2021 ودرتو بها حاله. يجيكم منفخ وخفيف من الداخل، وكل المقادير تلقاوها مكتوبه بالتفصيل اسفل الفيديو. نخلط السميد الرطب، السكر والخميره مع كيله تاع الماء ونخليهم يتفاعلوا واحد 10 دقائق. وفي الجفنه نخلط الفرينه مع الملح ونبسسهم مليح بزيت. انا استعملت زيت الزيتون، ثم تقدروا تستعملوا الزيت العادي. وبعد 10 دقائق شوفوا الخليط ديالنا كيفاش يولي، ونروح نخلطوا في هذيك الفرينه. وهذه المرحله بزاف مهمه في هذا الخبز، تقعدوا تخبطوه بهذه الطريقه وتسيو تدخلوا له الهواء قد ما تقدروا. من بعد نكمل نطموا بالفرينه اللي قعدت ونعجنوا مليح واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق ونخليه يخمر مليح. من بعد نجي نديغازيه ونقسموه على كريات الحجم يبقى ليك. تحبوا ديروهم كبار ولا تحبوا ديروهم صغار، والعجينه ديالكم ما تكونش طريه بزاف وما تكونش يابسه. نرمدوا في السميد الرطب ونفتحوا كامل على سمك 1 سنتيمتر ونقسم كل خبزه على زوج. نغطيه ونخليه يخمر مليح للمره الثانيه في السنيوه. والسر راهو كامل في طريقه الطهي. اهم حاجه الفرن يكون مسخن مسبقا على اقصى درجه، والفرن يكون مشعل من الفوق ومن التحت. ردوا بالكم ما ياخذ لكمش وقت كبير في الطهي. اذا كان الفرن ديالك ما يشعلش من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، نخلي لك طريقه الطهي بالتفصيل اسفل الفيديو.